بلاش تخش مع مصري في دينه، لا ولا مسلم ولا مسيحي، علشان اصغر عيل في مصر هيقل من كرامتك وهيبعتر بكرامتك الارض وهيرد عليك وهيفحمك وهيبقى شكلك وحش وهينسوا مشاكلهم وهيمسكوا فيك انت. ادي مثلا دلوقتي واحد مسيحي، هو نسي ان هو مسيحي ولا عنده قايمه ولا عنده مؤخر ولا عنده اي حاجه، هو جوزيف حبيبي، ودخل وشمر هدومه ودخل في الخناقه وايه وليا وبتاع وهو واخدك. يبص يعني اصلا لولا اسمه انت كنت ممكن تشك مثلا تقول ده مسلم. احنا كده بقى المصريين اللي زيك انت بقى اللي منبوذ، اللي زيك انت بقى كده اجنده، يعني انت كده من بواقي 2013 و2014. وان شاء الله باذن الله اقدر ارد عليك دلوقتي. يمكن تتعلم، يعني يمكن تتعلم لنفسك. الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما غلطش لما قال لها انت اولى به ما لم تنكحي. الصحابيه الجليله اللي كانت بتسال سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تقول له ان حصل فراق بينها وبين جوزها، فقال لها ده السند الوحيد اللي موجود عند المشايخ اللي بينسبوا بيه نسب الحضانه للام، ان حصل من صحابيه راحت سالت سيدنا النبي على موضوع الحضانه، فرد عليها سيدنا النبي وقال لها انت اولى به ما لم تنكحي او ما لم تنكحي. مفيش اي دليل في الشرع تاني، لا مفيش اي دليل في الشرع تاني، هو ده اللي بنستمد منه ان الام هي اولى بالحضانه. طيب تعالى بس نأصل الموضوع كده ونعرف مين الام ساعتها، يعني مين الام ساعتها وكانت بتربي مين والظروف ساعتها كانت ايه علشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول انت اولى به ما لم تنكح. لان انا لو موجود ساعتها اقول لها انت اولى به ما لم تنكح، مفيش اي مشكله. بس تعالى نأصل الموضوع نشوف الام ساعتها والظروف ساعتها كانت عامله ازاي علشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها انت اولى به ما لم تنكح. الام ساعتها اللي خلفت وربت اسامه بن زيد اللي كان 17 سنه وقاد جيش فيه كبار الصحابه علشان يواجه بيه يعني اعظم جيوش العالم ساعتها، اللي ربت سعد بن ابي وقاص اللي كان 17 سنه واول من رمى بالسهم في سبيل الله، واللي اعتبروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اصحاب الشورى السته اصحاب الشورى وهو 17 سنه. الام اللي ربت الارقم ابن ابي الارقم اللي كان 16 سنه واجتمع عنده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 13 سنه، كان بيجتمع في بيته سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو والصحابه 13 سنه. الام اللي ربت طلحه بن عبيد الله اللي كان 16 سنه وكان مشهور عنه انه اكرم العرب يعني ايام الجاهليه وفي الوقت ده. زبير بن العوام اللي كان 15 سنه واول من سل سيفه للاسلام. الام اللي ربت عمرو بن كلثوم اللي كان 15 سنه وقد قبيلته وكانت من اصعب القبائل واشرس القبائل ساعتها، وبيقول لك ان قبيله عمرو بن كلثوم ان لولا الاسلام لاكلت اللي هي قبيله عمرو بن كلثوم ده الناس، يعني قد ايه متوحشين وقادهم 15 سنه. الام كانت بتربي زيد بن ثابت اللي كان 13 سنه وتعلم السريانيه وتعلم اليهوديه واصبح ترجمان الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه صح، عنده حق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لها انت اولى به ما لم تنكحي. المهام اللي كانت مكلفه بها ساعتها ان هي تطلع قاده، تطلع رؤوس للدولة، تطلع ناس هتروح تقابل جيوش عظماء، بتطلع ناس هتكتب القرآن. فعلا كانت بتجهز له قادة، كانت بتجهز له ناس تبني دولة. الناس دي ساعتها كانت بتبني دولة. ايوه قال لها انت اولى به ما لم تنكحي لان هو عايز جوزها وعايز ابنها اللي هي هتربيه ده علشان برضه يبني بيهم دولة. هو كده كده مش فاضيين الحضانة. فلا حضرتك دلوقتي مكلفة بنفس اللي كانت مكلفة بيه الصحابية، ولا انا بجاهد في سبيل الله، ولا مسؤول عن رعية من المسلمين ومتولي شؤونهم. انا دلوقتي بشتغل 8 ساعات والمفروض اشارك في تربيه ابني وابقى رقيب على تربيه اولادي. فلا انت بتأدي الدور اللي كانت بتأديه الصحابيه الجليله اللي كانت بتسأل سيدنا النبي، ولا انا ورايا جهاد ورايا فتوحات ورايا غزوات. فالاعراف بتتبدل والدنيا بتتغير والمهام بتتغير. انا النهارده عايش في دوله قائمه ومش مكلف باي شيء غير ان انا اشتغل واربي اولادي. انا لو مكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انا هقول لها فعلا انت اولى به ما لم تنكح. واي حد عاقل ساعتها مثلا وسالته هيقول لها انت اولى به ما لم تنكح. يبقى فتوى الحضانه كده في المطلق كده ده كلام غير منطقي على الاطلاق، ده امر غير مدروس بدون ما يدرس يلا انت اولى به ما لم تنكح. والدين اعمق من كده بكتير. تعالوا نتعلم ايه الفرق بين المسائل الفقهيه والمسائل الشرعيه. عايزين نقول ان الفتوى الشرعيه هي نص الكتاب والسنه، اما الفتوى الفقهيه هي ما فهمت من الفتوى الشرعيه. الساده اصحاب المعالي قضاة جمهوريه مصر العربيه قبلوا مني التوضيح البسيط ده. لا يمكن في مثل هذه الامور ان نفتي فتوى شرعيه، يجب ان تكون الفتوى مبنيه على اراء فقهيه الذي تتغير باختلاف الزمان والمكان والشخص والظرف والحاله. فعلى هذا يجب ان تكون فتوى الحضانه طبقا على المتغيرات التي طرأت على المجتمع بعد تفكك اواصر المجتمع وتفكك العائلات واهتمام كل فرد من افراد العائله بنفسه. ليس من المناسب ان امسك بالصغير واعطيه لقريبه من الدرجه السابعه من اباعد العائله حتى يقوم بمراعاه هذا الصغير. سينتهي الموضوع بالسخره والتنكيل وعوده عصور الرق، وهتبقى الاجراءات اجراءات انتقاميه وقر وفر ما بين الطرفين، والطفل هو اللي هيتظلم. وكل ده وابوه على قيد الحياه. لماذا نفترض في كل اب ان يكون ابا طاحنا ظالما جاحدا
واحدا مستبد؟ لماذا لا تكون المرأة هي الظالمة المستبدة الطاحنة؟ يوجد مستبدات من النساء ويوجد مستبدين من الرجال. أنا لا أميز جنسا على جنس أو عنصرا على عنصر. انظروا إلى مصلحة الطفل الذي يجب أن يعيش في بيئة مستقرة هانئة لا شقاق فيها ولا نزاع، البعيدة كل البعد عن مواضيع التحرش. يا أولي الأمر، فكروا في توفير البيئة التي تضع الطفل بعيدا كل البعد عن أساليب التحرش اللي تفشت في مجتمعنا. لا الست دلوقتي هي الصحابية اللي سألت سيدنا النبي، ولا الزوج دلوقتي هو الصحابي. احنا النهارده عايشين في مجتمع لازم الأب يكون حريص على ابنه، لازم يكون رقيب على ابنه، لازم يكون عينيه على ابنه. مفيش نص شرعي بيقول اعطوا مثلا الطفل للزوجة في حالة كذا كذا، اعطوا هنا فعل أمر يلزم الوجوب. ده في قاعدة فقهية بتقول لك ان فعل الأمر يلزم الوجوب، يعني لو كان قال اعطوا الطفل للأم في حالة الطلاق أو كذا، اعطوا هو ده قولا واحدا في كل الأزمان وفي كل ده، كده هيبقى فعل أمر يلزم الوجوب، مفيش أي مشكلة. لكن هو لا، الست راحت سألته وهو عنده مهمة بناء دولة ومحتاج جوزها ومحتاج ابنها، فبيقول لها ايه؟ قال لها الرد الطبيعي اللي أي حد كان المفروض يرده ساعتها، أنت أولى به ما لم تنكح، لأن احنا مش فاضيين للحضانة. لكن إن احنا نحول الفتوى الفقهية لفتوى شرعية، لا، مفيش نص في القرآن بيقول إن الست أولى بالحضانة. هو الظروف ساعتها جعلت إن المفروض إن الست هي اللي تتحمل الحضانة، لأن الرجال كان عندهم مهمة تانية. فاحنا ما ندخلش المسائل الشرعية في المسائل الفقهية، ويبقى في سبب للراس البجعة اللي كان كاتب التعليق ده ان هو اصلا يخش على ابنائنا، او انه يخش بالسم بتاعه ده على مطلقات المحاكم ويحاول ان هو يستدرجهم للافكار. استغفر الله العظيم. ما هو اللي زي دول على اصحاب النفوس الضعيفه، اجنده اهي مبنهجه اهي على ابنائنا وعلى مطلقاتنا، بيخش لهم من النقاط اللي بيقول العلمانيه والدنيا والحقوق وكل القوانين المستمده من الاسلام. الاسلام بريء من اي حد بيفسر نصوصه غلط. الاسلام بريء، الاسلام بريء، والاسلام اكبر من ان حد يتكلم عنه، او ان حد انت يعني انت المفروض ان انت بتسمع وتعقل. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما غلطش، والحديث صحيح 100%، انت اولى به ما لم تنكحي، لان كان في مهمه تانية حضرتك، فانت ما تخشش الدخله دي. وبلاش، يعني نصيحه مني ليك، اي مصري بلاش تتكلم معاه في دينه علشان هياكلك. ما تندبش اي مصري في الحكايات اللي انت كتبتها في التعليقات دي، وما تعلقليش تاني. المره دي انا رديت عليك باحترام. والحل موجود في الانتقاء والتوجيه. الفكره الموجوده في القوات المسلحه، هو اكتر واحد يقدر يشكل اركان المكتب اللي يبقى موجود في كل محكمه، ويقول ان انتقاء ثم توجيه ثم تكليف. يعني اللي يقع عليه ان هو اولى بالحضانه يكلف ويتحاسب على كل حاجه تخص الاولاد. بس شكرا.